الزمالك انه لما يتعاقد مع الكابتن حسن شحاته تعاقد مع مجلس الاداره، وما علمت ان مجلس الاداره ابلغ الكابتن اسماعيل يوسف اليوم انه متمسك بميدو. ان ايه؟ انه متمسك بميدو. متمسك بميدو. نعم. اولا طبعا بالنسبه للموضوع الاولاني اللي هو الاجتماع اللعيبه مع الكابتن حسن، انا ما عندي فكره، لاني هو كلام اسماعيل ان هو كان مجتمع مع الجهاز عشان يحطوا تصور للمرحله اللي جايه من فتره الاعداد استعدادا للموسم الجديد وايضا مباراه تشيلسي. نعم. وكابتن اسماعيل بلغنا بتفاصيل هذه فتره الاعداد حتى مباراه تشيلسي ان شاء الله يوم 6 او 7 او 8 يوليو. نعم. الحاجه الثانيه ان احنا كنا بالنسبه لشيكابالا حضرتك عارف ان اول حاجه ان هو توقف وطلبنا من الكابتن حسن شحاته يكتب مذكره. نعم. حضرتك بتتعامل طبعا باحترافيه شويه. نعم. لان ده لعيب محترف. نعم. وفي نفس الوقت ما تقدرش انك انت تدي عقوبات اكتر من اللائحه. خلي بالك يا شوبير. نعم. دي مهمه. كون الكابتن حسن شحاته يكتب مذكره ويخلي مجلس اداره هو اللي يتخذ اللازم تجاه شيكابالا، يبقى هو طالب عقوبه اكبر من اللي موجود عنده في اللائحه. ده اللي طالبه الكابتن حسن. طبعا. نعم. والكابتن حسن الحقيقه يترفع، ودي مهمه جدا يا كابتن شوبير، على انه يبقى الخصم والحكم. بمعنى ان هو حصل في هذا الموقف قدام العالم كله، فمش عايز يدي العقوبه، لا عايز مجلس اداره هو اللي يدي. طب اللائحه بتقول ايه يا كابتن ابراهيم؟ لا اللائحه بتقول كل حاجه، لكن يعني هو اللي احنا فهمناه ان هو عايز عقوبه اكتر من اللائحه. اللائحه فيها طبعا حضرتك عارف لائحه المحترفين معظمها يا كابتن خصم مالي. معظمها الايقاف وعرض للبيع وما شابه ذلك، اللي هي العقوبات العاليه جدا يا كابتن شوبير. دي من اختصاص مجلس الاداره. نعم. فهو كابتن حسن الحقيقه قدم لنا النهارده هذه المذكره، طلب فيها ده الايقاف والعرض للبيع. لا خالص. وصف الحاله بالظبط. نعم. كتابه، رغم ان احنا كلنا شفناها، لكن احنا بنتعامل بقى باوراق. صحيح. وهو وصف الحاله وقال في الاخر بتقدم لسيادتكم بذلك الامر لاتخاذ اللازم نحو معاقبه المذكور حسب ما ترونه مناسبا في ذلك. طيب بكره هيتعرض مجلس اداره. وضع طبيعي يا كابتن شوبير ان احنا كمجلس هنحول شيكابالا للتحقيق في خلال هذا الاسبوع، برضه عشان الناس ما تقولش ايه ده انتوا بتمطوا، ده انتوا بتمدوا، ده لا خالص. خالص. فاحنا طبعا للتحقيق. بعد التحقيق يا كابتن شوبير عندنا جلسه اخرى يوم الخميس اخر الاسبوع ده لاتخاذ طبعا اللازم. واتصور من غير تحريض ولا حاجه يا كابتن اني الجزء من جنس العمل. وعندنا في قانون العقوبات حتى المستوى المدني بيقول ايه؟ في واحد بياخد ادنى عقوبه وفي واحد بياخد اقصى عقوبه. نعم. مين يا كابتن شوبير اللي بياخد ادنى عقوبه؟ ايوه. اللي هو اول مره او غصب عنه او لظروف خارجه. لكن مين اللي بياخد اقصى عقوبه؟ في القانون يقول لك اللي عنده عوض متكرر. وشوبير واسف شوبير وشيكابالا عنده عوض متكرر. عنده عوج. عوض اسف. يعني نعم. اكثر من تصرف. ويمكن الكابتن حسن ذاكر ده في التقرير بتاعه. نعم. فاحنا مش عايزين نستعجل، احنا عايزين باقصى سرعه وفي نفس الوقت بمنتهى العداله. طيب لماذا لم يعتذر شيكابالا حتى الان؟ بص يا كابتن، انا كنت حاطط سيناريو معين يخفف وطأة الشده اللي موجوده دي. الا وهو شيكابالا لازم يعمل مؤتمر صحفي يا كابتن شوبير يعتذر فيه زي ما كان الحدث اللي حصل امام العالم كله. يبقى هو لازم ثم بعد ذلك يذهب الى الكابتن حسن شحاته كأب ويعتذر له في منزله. نعم. ثم عقوبه ماليه ضخمه. ثم استئناف مسيره اللاعب مع الزمالك مره اخرى. هل شيكابالا يقدر يعمل ده؟ لو عمل ده هيقطع شوط كبير قوي 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 في القرارات
اللي كل الناس بتتكهن بيها من وجهه نظري. والحقيقه ان حتى الان هناك محاولات في ذلك، ولكن انا بتكلم على خط السير يا كابتن شوبير القانوني. شوبير بص يا شوبير، هياخد عقوبه هي من وجهه نظري هتبقى الاكبر في تاريخ الاحتراف المصري منذ عام 1990. الاكبر يعني مثلا ممكن يتوقف 6 شهور مثلا؟ لا وقف لا. مع عقوبه ماليه يعني. طب ما انا يعني ممكن يتخصم له مثلا مليون جنيه او ممكن اعايره. ممكن اعاره. هو بص يا شوبير، انت بتديله فرص للرجوع. افرض هو ما استجابش، صعب جدا طبعا انه يرجع مره اخرى الى الملاعب. طيب اذا السؤال يعني، هل هناك عروض لشيكابالا يا كابتن ابراهيم؟ لا حتى الان رسمي لم يصل. امال هتعيروا لمين يعني؟ نعم هتعيروا لمين اذا ما كانش في عروض؟ لا هتلاقي مليون في المية طبعا، وضع طبيعي يعني. احنا لينا علاقات جيده بانديه كبيره خارج مصر. وارد جدا يعني. ما هو خلي بالك برضه في شوبير في نقطه مهمه جدا. انت لما يكون عندك ولاد، ولادك نعم مش كلهم زي بعض. افرض واحد فيهم غلط. طيب ما انت كويس، ما انت بتدي له الفرصه يا كابتن ابراهيم. انت نفسك كراجل نجم كبير اديته اكثر من فرصه، ومع ذلك شيكابالا لم يستجب، وكانه مجلس اداره هو المخطئ، وكأن الكابتن حسن شحاته هو المخطئ يا كابتن ابراهيم. لا يا كابتن شوبير انت كأب هتستمر. هو بقى اللي هيحدد القصه هتبقى ازاي. يعني انت النهارده كأب لابد انك انت تقدم باستمرار، ولكن انا بقول لا، لازم المره دي قصه ودن يا كابتن احمد. ما تمرش طيب البعض فسر عدم اجتماع الكابتن حسن شحاته مع مجلس اداره وافاده الكابتن اسماعيل يوسف انه واخد على خاطره، زعلان غضبان. ما اعرفش شو، ما اعتقدش. بس هقول لك على حاجه. الكابتن حسن بيتعامل بحكمه قوي في الموضوع ده. يعني حتى احنا لما رحنا له ونزلنا له بعد الماتش عشان نقول له ان احنا سبورتد او مساندك في اي قرار انت هتاخده يا كابتن حسن، لقيناه بيتعامل بهدوء جدا. وحتى هو قال في مداخلات برضه، قال ان انا شيكابالا ما غلطش فيا، ده غلط في حق نفسه وفي حق نادي الزمالك. الحاجه الثانيه ان شيكابالا اصغر من كريم واسلام. يعني انا بتعامل معاه كابن. فصعب قوي. يعني انا ممكن ادي ابني قلم لكن مش هذبحه ولا يشوي. طيب يعني انا وجهه نظري. متى ستنتهي هذه الازمه من وجهه نظرك؟ القرار النهائي امتى؟ خلال هذا الاسبوع شوبير. احنا عندنا جلستين، عندنا جلسه يوم السبت، عندنا جلسه يوم الخميس ان شاء الله. طيب ماذا عن ميدو؟ ميدو بقى مشكله. ميدو هو القصه ان ميدو احنا بنكن ليه كل تقدير واحترام كابن من ابناء نادي الزمالك. وطبعا بامانه شديده طبعا احنا من وجهه نظري الشخصيه المتواضعه ان هو ممكن يستحق فرصه اخرى. يستحق فرصه. مين صاحب القرار في القصه دي يا شوبير؟ كابتن حسن شحاته. كابتن حسن شحاته. فاحنا كمجلس هنطلب من الكابتن حسن شحاته اعطاء ميدو فرصه اخرى. لو رفض خلاص فسخ التعاقد بالتراضي. فسخ التعاقد بالتراضي طبعا. طبعا. وماذا لو لم يعتذر شيكابالا؟ وماذا لو لم يقبل التحقيق؟ لانه قال في احد المواقع ان انا مش موظف عشان يحققوا معايا. لا ما هو ده الاحتراف يا شيك. ده الاحتراف يا حبيبي. لا مش حضرتك اسال طبعا اي خبير في اللوائح، خصوصا الفيفا بياخد باله شوبير من الحاجات دي. يعني انا ما اقدرش ادي عقوبه من غير تحقيق، خصوصا عقوبه اكتر من اللائحه اللي هو ماضي عليها مع العقد بتاعه. هتساندوا الكابتن حسن شحاته حتى النهايه، ولا ممكن نفاجأ بتغييرات في الجهاز الفني بعد فتره؟ انت متصور حل غير كده او متصور وضع غير كده؟ انا اعتقد طبعا ان حسن لازم نسانده حتى النهايه. يعني ده كلام ما فيهوش اي شك. يعني كابتن حسن مدير فني نادي الزمالك الموسم القادم ولا ممكن؟ لا هو مش مدير فني، لا هو رئيس جهاز كرة القدم ومدير فني الفريق الأول. لا يعني هيستمر؟ ما هو هيستمر طبعا. وحسن عندي إحساس غير كده يا كابتن إبراهيم. والله مش في المجلس. يعني احنا ما عندناش الإحساس ده في المجلس. يعني أو على الأقل وسط اللعيبة. يعني احنا مش هنضغط على حسن، خلي بالك يعني خالص نهائي. يعني ده قراره. لأن احنا بنضم له كمان صفقات اعتقد هتبقى حاجه كويسه يا شوبير ان شاء الله. يبقى في تيم الزمالك يعني جدير بان هو ينافس على البطولات مره اخرى. الياس وطار من الزمالك النهارده راح سموحه. والله هو مضى في سموحه من فتره. لا امبارح راح تاني وخلص. لا خلص ما اعتقدش. اقول لك
امبارح. اقول لك ليه؟ لان هو ماضي مع النادي المصري 5 سنين. لو طلع كامل ابو علي هذا رئيس النادي، المفروض احنا بيننا وبينه طبعا اتفاقيه، راجل محترم جدا، قال حاجه وده كان قدامي انا، ان الياسو لو راح اي نادي تاني غير الزمالك يبقى الزمالك هو اللي رفض. يعني الزمالك مش عايز الياسو، واحنا طبعا حتى الان عايزين الياسو. طب منع القيد بالنسبه لنادي الزمالك وبالتالي ما قدرتوش تقيدوا عبد الله السيسي، هل هتنهوا ازمات اللاعبين السابقين عبد المنصف واحمد مجدي وغيرهم من اللاعبين؟ هو مين اللي ادى القرار ده يا شوف؟ مجلس اداره. مجلس اداره ايه؟ الاتحاد. هو في مجلس اداره اللجنه التنفيذيه، لجنه شؤون اللاعبين، اللجنه اللي بتدير الاتحاد. لا بذمتك دي لجنه ايا كان يا كابتن، هي التي تدير الكره المصريه الان. بقول لك لا معلش يا كابتن، دي على فكره ده موضوع حقيقي، انه الزمالك لن يستطيع قيد اي لاعب ما لم ينفذ القرارات لمجلس الاداره السابق او لجنه شؤون اللاعبين السابقه. محلوله. انا اتصور ان شويه فلوس صغيره كده من اللي علينا هترضيهم يعني، بس يعني تمخض الجبل فولد فأرا يعني يا عم يظبطوا نفسهم. بس كابتن ابراهيم شيكابالا لاعب في الزمالك الموسم المقبل؟ حتى الان موجود اهو. ميدو لاعب في الزمالك الموسم المقبل؟ حتى الان موجود اهو. كابتن حسن شحاته المدير الفني الموسم المقبل؟ ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ابراهيم يوسف عضو مجلس اداره نادي الزمالك. لكن انا بقول لكم بشم الريحه، في ازمه عنيفه جدا داخل فريق